بالنسبة لي ستخرج إنسانة أخرى، أتمنى ذلك. يعني هذا توقعي، أتمنى أن يحتضنها مدير أعمال بحجم موهبتها وشركة إنتاج بقوة صوتها، ويكون كنترول حقيقي على كل تصرف اللي من الممكن أن يهدم كل ما بنته أو ما ستبنيه. شهدنا كلنا على فنانين تورطوا في قضايا كبيرة وكيف تعامل معها مدراء أعمالهم بذكاء، وكاين اللي انسحبوا ورجعوا أقوى من قبل. هناك من دمرت مسيرته فعلا، حتى نكون واقعيين، لكن دنيا أتوقع بشخصيتها قادرة أنها ترجع أقوى، خصوصا أنه ما شاء الله عندها بنتين الله يحفظهم ليها. حسب توقعي أظن أن دنيا بعد خروجها لن تنهي المعركة، ستبدأ فصل جديد لإثبات أن لا صلة لها بالحساب حسب تصريحاتها. شخصيا لا أتمنى حدوث هذا السيناريو، لأنه سيفقدها سنين من الطاقة والجهد اللي من الممكن أن تنافس بها نجوم من الصف الأول حاليا، إلى ركزت على تقديم أعمال قوية، لأنه المعارك أغلبها تنتهي بالخسارة سواء نفسيا ماديا أو جسديا، رغم أنه هناك من يعتبر أن الهزيمة للشجعان، لأن الجبناء لا يخوضون المعارك. وأنا أعتبر أن بعض المعارك خسارتها هو فوز وانتصار، لأننا قد نصبح بتجاهلها أقوى وأفضل. وين عند السادات؟ حاولت في هذا البودكاست أن تكون رسائل من الممكن أن نستفيد منها كلنا، وأن نأخذ منها كل ما هو إيجابي. فشنو تعلمنا من هذا البودكاست اليوم؟ أنه حياة المشاهير ليست وردية كما يظن كتار. وحاول أن لا يستفزك أحد ويطلع أسوأ ما فيك ويقول لك هذا أنت وهذه حقيقتك. ممكن كلمة أو تصرف تظن أنه بسيط يمكن يكون سبب في تدمير حياتك. وأهم شيء لكل من يشمت ويفرح لمأساة شخص آخر، الشماتة بالتعيير بالذنب أعظم من مرتكب الذنب، وإحنا بيننا وبين المبتلي فقط رحمة الله وسترها. أخيرا، حبوا بعض وتمنوا الخير لبعض، ولا تدسوا السم في العسل، الحياة بكبرها قصيرة. تحية حب مني أنا فهد الهاشمي، ومن الآن أقول لكم شكرا على كل تعليقاتكم المليئة بالمحبة. رمضان كريم، وتصبحوا على ألف خير. ولا تفاجأت بابا